الصينية الرهيبة اللي قدامكم دي أجنحة الفراخ بتتبيلة ما شفتوش زيها قبل كده، ممتازة. هتخليكم تغيروا رأيكم خالص على أجنحة الفراخ. قبل ما نبدأ عايزة لايك للفيديو، يلا بينا نشوف هنعمل ايه. عندي كمية الأجنحة بتاعتي زي ما أنا حابة. أنا هنا مستخدمة يعني حوالي كيلو. أنا مش عارفة الوزن إن أنا خليهم في البيت يعني. غسلتهم كويس جدا. طبعا هبتدي بقى اخد الحتة الزيادة اللي في الجناح دي، الزفرة دي أنا بحب أشيلها، ما بحبش أخليها. مهما غسلت الجناح بتاعي كويس لازم اشيلها وارميها. هشيل بقى اي زيادات في الجناح، وبعد كده هبتدي اخد الجناح اقسمه نصين. تمام كده. كل نص بقى هبتدي افتح فيه فتحات كده، شرايح يعني كده، علشان لما اجي اتبل التتبيله بتاعتي يبقى كل حته في لحم الجناح واصل لها التتبيله. نعمل واحد تاني. اول حاجه بشيل الحته الزفره دي. طبعا لازم نكون غاسلينهم كويس جدا جدا جدا، ونخلي بالنا من غسيل الفراخ، لان الفراخ لو كان فيها اي زفاره ما بتتاكلش. انا عن نفسي ما اقدرش اكل اي فراخ فيها ريحه زفاره من بعيد كده بس. ممكن اصلا اشيل من الفراخ كلها وما اكلهاش لمده سنين يعني لو لقيت ريحه زفاره. تمام كده. هبتدي بقى اخد الجناح اقسمه نصين زي ما انتوا شايفين، وبعد كده هبتدي اخد فتحات في الجناح بتاعي كده. هكمل كميه الاجنحه كلها اللي عندي بنفس الطريقه. خلاص خلصتهم كلهم. ونخلي بالنا بس ان احنا عايزين الفراخ بعد ما نغسلها نكون مصفينها كويس جدا من الميه، يعني انا عايزاها ناشفه تماما. تعالوا بقى نحضر التتبيله اللي هنحط فيها الاجنحه بتاعتنا. اول حاجه عندي ربع كوبايه من الزيت. اي زيت تحبوا تستخدموه. وعليها كمان ربع كوبايه من الكاتشب. انا هنا مستخدمه الكاتشب الحار عشان يدي طعم معايا يعني سبايسي شويه للاجنحه. لو مش حابين استخدموا الكاتشب العادي. كمان معلقه كبيره محترمه كده من الثوم، ومعلقه كبيره من بشر الليمون. التتبيله دي يا جماعه روعه، روعه بجد. اعتمدوها، يعني ممكن تتبلوا بيها اي حاجه في الفراخ كمان مش الجناح بس يعني. تتبيله رهيبه. كمان عندي حوالي معلقتين كبار من الصويا صوص. يبقى حطينا زيت، كاتشب، توم، بشر ليمون، وصويا صوص. وكمان حوالي معلقتين كبار من المستردة. ميكس حلو جدا جدا جدا. خلي بالكم انتوا بتقلبوه بس هتشم ريحته رهيبة. ومش هنحط توابل كتير يعني، اعتمادنا مش هيبقى على التوابل كتير. هحط معلقة كبيرة من البابريكا، وكمان شوية من الفلفل الاسود، برضو حوالي معلقة كبيرة. وهنا انا بجرش الفلفل الاسود خشن شوية علشان بحب طعمه كده يعني، بيبقى في التتبيلات ما بحبوش ناعم. طبعا لو عندكم ناعم براحتكم. زي ما انتم شفتوا ما حطيناش توابل كتيرة خالص، البابريكا بس والفلفل الاسود. هقلب بقى الخلطة بتاعتي دي كويس جدا. طبعا هنحط الملح، انا نسيت احط الملح معاكم. هنظبط الملح كويس. خلي بالنا عشان فيه صويا صوص يعني، قبل ما نحط الفراخ نظبط الملح وندوق التتبيله. تمام. نتكل على الله ونحط الفراخ على طول. هبتدي بقى احط الجناحات بتاعتي كده وهقلبها كويس قوي. يا سلام لو التتبيله دي سيبنا فيها الاجنحه لمده ليله كامله، هتبقى رهيبه. انا عن نفسي ما بصبرش وعلى طول بعملها، وساعتين بالكتير وادخلها على الفرن. فلنفرض ان احنا ما سيبناهاش ساعتين يعني، يبقى ليله كامله، يبقى ساعتين اقل حاجه. هخرجها بقى كده وفي الصينيه بتاعتي ورقه زبده علشان بس ما تلزقش معايا في الصينيه. هبتدي ارص عليها الاجنحه بتاعتي كلها بالتتبيله بتاعتها. هرص الكميه كلها، ولو اتبقت معايا اي حاجه من الصوص بتاعها يعني هحطه عادي فوق الاجنحه تاني، فوق قطع الاجنحه بفرشه كده، وابدا ادهن الاجنحه بتاعتي تاني لو اتبقى معايا شويه من الصوص يعني. ما نفرطش فيه، الصوص ده رهيب. وبعد ما نسويها هيبقى تحفة في اي حاجة هتتاكل جنبه. هيبقى فيه صوص كتير جدا جوه الصينية.
الوقت دوت انا بكون فاتحه الفرن على درجه حراره عاليه، انا عايزاها يعني تخش على فرن سخن قوي في الاول، وبعد كده ههدي. انا هحطها على الشبكه اللي في النص طبعا، على درجه حراره عاليه 10 دقايق ربع ساعه ههدي. هي مش تاخد معايا وقت كتير في الفرن. خلصت الكميه بتاعتي وخدت الصوص الباقي دهنته فوق الاجنحه زي ما انتم شايفين كده. حطيتها في الفرن حوالي ساعه الا ربع بالكتير، هتبقى بالشكل الرهيب ده، مستويه جدا جدا جدا. منزله صوص حلو قوي، رهيبه. كنتوا طبعا من كميه الصوص اللي كانت فيها. طبعا انا بحب اكل الصنف ده من الاكلات يعني مع المكرونه المسلوقه بس، ما بحطش اي اضافات تاني بالصوص بتاعها. يا رب يعجبكم، لايك وشير الفيديو بقى، وما تنسوش